اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده عامله لكم اصابع الكنافه المحشيه او رول الكنافه. طبعا احنا في رمضان واغلبيتنا بيحب الحلويات. الطريقه سهله جدا وانت واقفه في المطبخ هتقدري تعمليها بكل سهوله. مش هتاخد منك وقت. الكميه دي كلها كيلو كنافه. تعالي نشوف هنعمل ايه. مقادير الشربات بتاع كيلو الكنافه: كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه، كيس فانيليا. ده للكيلو: كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، كيس فانيليا. بيخلي طعم الشربات الفانيليا وريحتها حلوة جدا، بتقلب ريحة الشقة بجد. يعني انا عيالي بيعرفوا ان انا بعمل حلويات من ريحة الفانيليا اللي بحطها على الشربات. تمام كده. اهم حاجة ان انت تحطي المقادير مظبوطة، مقادير الشربات، لان انا عاوزاه شربات تقيل. عندي الكنافة اهي، هبتدي افردها زي ما انتم شايفين. لازم تكون الكنافة معمولة جاهزة، يعني النهاردة في نفس اليوم، طازة. وكمان ما تتحطش في الفريزر، لا انت بتحطيها طازة وتجيبيها، بتقطعيها وتقصيها زي ما انت شايفة، قيمة شبر بايدك. يعني قيسي شبر كده اهي، قيسي شبر بايدك وحطيها. هقطع كذا واحدة بنفس الحجم. حاولي تفرديها كده ايوه من بعض، متخافيش، عشان خاطر هي بتبقى سميكة. تمام. وعلى حسب برضو الراجل اللي بيعملها. احنا يمكن عندنا هنا في البلد اللي انا فيها او في المنطقة اللي انا فيها محدش بيعرف يعمل كنافة كويس. تمام. هبتدي برضو كقيس شبر تاني واقص. ما تخافيش، هتطلع حلوة معاكي وسهلة جدا، مش هتتعبك ولا حاجة. الطريقة سهلة جدا. تمام. تعالوا نشوف بقى هنعمل اول واحدة. ادي اول واحدة. عندي الحشوة انا فردها، ورشي شوية مية صغيرين عليها. رشي شوية مية صغيرين على ايه؟ على الكنافة. تمام. انا حطيت جوز الهند وسوداني مجروش. مش هحط عسل ولا اي حاجة، بالعكس انا مش هحط اي حاجة فيها، وهتبقى حلوة جدا على فكرة. اهي انا زي ما قلت لكم، انت بتحطي شويه ميه صغيرين جدا وبتطبطبي عليها كده تفرديها. هتحطي الحشو اهو، وهتبتدي بقى تلفي. بجد يعني سهله جدا اهو، كانك بتلفي صباع محشي بس بتدوسي جامد عليها. ما تخافيش، هتطلع سهله معاكي. اهم حاجه هاتي الكنافه تكون طازه، ده هتفرق معاكي كتير قوي. ورشه الميه اللي انت بترشيها دي برضو بتفرق معاكي. لو عندك بخاخه بخي عليها بخه تحت يعني على المفرش، وبخه ايه على الكنافه من فوق. زي ما انتم شايفين كده. انا هبتدي ارصها في الصينيه. الصينيه مدهونه سمنه. هبتدي اعمل واحده تاني اهي. هي سهله سهله جدا. هبتدي بقى الفها رول. ما تخافيش، سهله جدا واي حد ممكن يعملها، لو طفل صغير هيعملها معاكي. زي ما انتم شايفين كده اهي. تدوسي عليها كده كويس من جميع الجهات، وتدوسي عليها وتلفيها كده بايدك وتحطيها في الصينيه. الحاجات اللي ظاهره دي هتختفي، ما تخافوش، انا هوريها لكم في الاخر. تمام. اهي واحطها في الصينيه. طبعا لان الكنافه قعدت طول النهار، لان انا قلت لكم النور كان قاطع، فما كنتش عارفه اصور. واحده تاني اهي. اهي ظبطيها انت بايدك زي ما انا قلت لك. اهي حطوا ميه، انا برش ميه اهي قدامكم اهي. اهي رشي شويه ميه، ما تخافيش. وحطي الكنافه ورشي فوقيها شويه ميه اهي بايدك، بطبطيها كده. وحطي شويه ميه تاني من فوقيها. خلاص كده. وحطي الحشو. والله اسهل حاجه ممكن تتخيليها. يعني انا عندي دي احسن بكتير من ان انا اعمل صينيه كنافه محشيه او صينيه كنافه ساده، لاني بحس ان مش بتستوي او مش بيبقى طعمها حلو زي الاصابع. وكل واحد هياخد له واحده او اتنين قطعه او اتنين، وكده ريحتي بقى دماغك انتي، ولا تقطعي ولا تشيلي هم تقلبي الصينيه مرتين. انا هقول لكم التسويه سويتها ازاي. كده بصي انا خلصتها. تمام كده. هبتدي احط ايه؟ السمنه. طب هحط سمنه قد ايه يا ايمي؟ كيلو الكنافه بياخد نص كيلو سمنه. ما تخافيش، السمنه مش كتير والله، مش هصفي منها، لاني الكنافه بتشرب السمنه. اهي انا مسيحاها السمنه. هبتدي احط بقى وارش كده، وازقي بقى براحتك كده، ما تخليش حته ما فيهاش سمنه، ازقيها كلها اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. طبعا ازقي براحتك. طيب التسويه يا ايمي؟ التسويه انا عندي الفرن بتاعتي بتحمر فوق وتحت،
ولكن انا لما لقيتها احمرت قوي من تحت ولسه يعني لون فاتح شويه من فوق، قفلت من تحت وولعت الشوايه. طيب والشوايه هعمل فيها ايه؟ الشوايه هفضل اقلب يمين وشمال الصينيه تحت الشوايه، والنار بتاعتها ما تبقاش عاليه جدا. تمام. يعني انا حطيت في درجه حراره في الفرن درجه حراره 180، وبعد كده وطيت شويه عشان ما تتحرقش. تمام. لما احمرت كويس من تحت طفيت النار وولعت الشوايه، وكنت بقلبها بايدي كل شويه، اقلب الصينيه من كل الجهات عشان تحمر وتاخد لون من كل الجهات. ما تسيبهاش تاخد لون من حته واحده والحته التانية، لا ما ينفعش. تمام. التسويه سهله جدا. زي ما قلت لكم الفرن لازم تكون حاميه قبليها. بصوا شكلها. طب والله العظيم شكلها يفتح النفس من غير ولا اي حاجه. دلوقتي عندي الشربات، لازم يكون الشربات بارد وتقيل اهو زي ما انتم شايفين، والكنافه سخنه طالعه من الفرن دلوقتي، يعني هطلعها على طول هزقيها. زي ما انتم شايفين الشربات تقيل وبيلمع. ما تخافيش اني مثلا ان هو مش هيشرب، لا. حطيها وغطيها شويه، سيبيها مثلا دقيقتين مستغطيه، غطيها بغطا ولا حاجه، وبعدين طلعيها زي ما انتي عاوزه على اي طبق. والله العظيم طعمها حلو جدا. تنفع في العزومات. تنفع طبعا لأولادك، أهم من أي حد، أهم من أي حد طبعا، بيتك وعيالك. بس عاوزة أقولك إن هي ممكن تشرفك قدام ضيوفك، جميلة جدا. بمعنى يعني إن انتي هتريحي نفسك وما تشتريش حاجة من بره. ممكن تكون مكلفة، بس انتي أنضف وإيدك أنضف وطريقتك في البيت أحسن بكتير من اللي بره، صدقوني. خلصت الشربات كله زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ارصها. بصوا شكلها اهي. بصوا شكلها جميل، جميل بجد. تعالوا بقى هرصها قدامكم اهي. هجيب الطبق وابتدي ارصها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بالمعلقه. ولو بايدك، ايدك نظيفه برضو، انت اللي بتعملي كل حاجه لعيالك بايدك اهي. زي ما انتوا شايفين كل واحده طالعه بوحدتها، يعني انا ما تعبتش في حاجه ولا حركت حاجه. هما ما مسكوش في بعض من اساسه. يعني انا رأيي برضو التاني ان كده احسن من صينية كنافة. تحشيها او تعمليها تحشيها قشطة، وممكن تحشي برضو الاصابع دي قشطة. التزيين في الاخر اهو، حطيت جوز هند، سوداني، اللي انت عاوزاه، فستق، اللي انت عاوزاه. بصوا في الاخر يعني الشكل حلو جدا، الطعم حلو جدا. متماسكة جدا على فكرة. انا جربت صينية البسبوسة عندي دي احسن بكتير. انا هقرب لكم الكاميرا عليها. بصوا والله العظيم حلوة جدا، مش عشان حاجة. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بحبكم كتير، بحبكم كتير جدا. بصوا شكلها يعني لونها من تحت عامل ازاي، وشاربة الشربات. مش صعبة ولا حاجة، سهلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، مع السلامة.